السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلا كنتي مبتدئة في المطبخ المغربي أو أنك كطيبي الدجاج ولكن ما كيجيكش بهذه الطريقة وما تيكونش لذيذ وما تيعجبكش، فاليوم هذا الفيديو خاص بك. فتابعي المراحل غادي تعرفي على طريقة سهلة وبسيطة وغتكوني محترفة. أول حاجة كنديروا المعدنوس كسر من القزبر، نص حامضة مصيرة، راس ديال الثومة، الخرقوم البلدي، سكينجبير بزايد، هريسة، مرزية ديال الدجاج، مكعب ديال جوج مكعبات ديال الزعفران وشوية ديال الزعفران والقزبر كامل والفلفل الأسود. كنطحنوهم كلهم مع بعضهم، كنديروا معاهم جوج كيسان ديال الماء وغادي نطحنوهم مزيان، أو ممكن أنك تقطعي مزيان. اهم حاجه انك يكون مقطع مزيان باش هكا يذوب لينا وما يبقاش الشكل ديالو. انا هنايا ما غنديرش الدجاج الصين، فانت الا بغيتي الدجاج الصين غادي تتبعي على المراحل وديري نفس الطريقه. انا غادي نحاول نقسم، عندي 4 دجاجات غادي نقسمهم على جوج باش هكا بغيت ندير واحد التقديم جديد. هذا ما كان غير بغيت نغير في التقديم المولفه. كندير دائما كنقطع الدجاج ديالي بالسكين يكون ماضي مزيان باش ما يجينيش باش يتقطع ليا تقطيعه زوينه، وغادي نعاون بالمقص باش نحيد باش دائما كنحافظ على ان الدجاج يتقطع ليا بالنص. اول حاجه كنغسل الدجاج هو الاول قبل ما نقطع، تنغسل الدجاج مزيان، تنقيه، تنحيد منه كلشي. كندير له سكين، ناخذ واحد البانيو كبير ندير فيه الماء وندير سكينجبير، ندير الملحه، ندير شويه الخل وشويه الحامض وتنقعهم في هذاك الماء. هذا بعد ما كنغسلهم وكنقعهم في هذاك الماء تنخليهم واحد المده ديال 10 دقائق. من بعد كنغسلهم نحيد منهم الملحه والحامض وهذا ونخليهم يتسقطروا ساعه ولا ساعتين، وكنبدا كنوجد في الخلط ديالي. الخلطه ديال بعد ما طحنتها درت فيها جوج كيسان ديال الماء، طحنتها مزيان خلطتها. غادي نحاول انني ندخل دائما العطريه والتتبيله ديالي ندخلها ما بين الفخاد تحت الجلده. المهم نلبس الدجاج ديالي كامل وغادي نخليه واحد الساعه د المكانه. من بعد عاد غادي باش تشرب ليا دوك النكهات. من بعد غادي نقسم الدجاج، غندير 4 ديال نصاص ديال الدجاج نطيبهم هما من الاولى ونضيف عليهم واحد جوج بصلات مشلطين ونضيف عليهم الماء. ما كندير لا ملحه لا زيت، ما ديروش لا ملحه لا زيت لان الهريسه مالحه والحامض المصير مالح، فدائما ما عمركم ديروا الملحه حتى من بعد عاد كتذوقوا. لما تذوقوا لان كتذوقوا تلقاو بانه هو ناقصو شويه. هنا كيف ما كتشوفوا 4 نصاص راهم تيطيبوا و4 نصاص هما مازال حتى كيتخلي يطيب شويه. عاد غادي نضيف الزيت في الاخر لان كيكون ديجا تشربات ليا بالعطريه وخدات النكهه. كنضيف الزيت من بعد طابوا ليا الدجاج كامل. غادي نحيد نديرو في الطاوه ديالي ونخلي هذيك الدغميره كتغمر لان مازال غادي نضيف عليها الجوانح وغادي نضيف عليها العنقره والكبده غنخليها هي اخر حاجه. كنخليو الصلصه ديالي تسبك مزيان. كناخذ هنايا معلقه كبيره ديال الهريسه ومعلقه كبيره ديال المضغ ونضيف عليهم واحد 3 معلقات ديال لاصوص ديال الدجاج، وغادي نحاول انني نغلف الدجاج ديالي باش يعطيني نزيد نعزز اللون باش يساعدني، وفي نفس الوقت كتعطيني النكهه لان المضغ مع الدجاج كيعطي واحد النكهه خرافيه. وغادي نخليه باش يتحمر ويعطيني داك اللون الذهبي اللي تيجي رائع وممتاز. وغادي ندخلو الفران مباشره، العافيه تكون فوق من الشوايه حتى كيتحمر مزيان. وغادي نقلب على الجهه الاخرى حتى هي كندهنها وكنحمرو كيف ما كان، يا اما الدجاج مقطع بحال هكا على نص، يا اما كديري الدجاجه كامله. كتكون نفس الطريقه، غير انا بغيت نغير في التقديم وصافي. هنايا الضميره ديالي راها طابت، ضفت عليها الحامض، كيبقى ضفت عليها عفوا الزيتون الاحمر، تيبقى هو اخر حاجه. الدجاج ديالي هو هذا كيجي رائع، تيجي محمر، تيجي منكه، تيجي ممتاز. الذوق ديالو المذاق رائع جدا. هنايا حاولت انني خديت واحد الطبق لي اوفال وغادي نحط هذوك 4 نصاص لاني درت على جوج معا. هذوك النصاص نحطهم ونحط الضميره ونحط هذيك الكبده والجوينحات اللي محمرين ونقدمهم بالصحه والراحه. كنتمنى انكم تجربوهم لان تيجي رائع ولذيذ وبنين، وكنتمنى انكم تعتمدوا هذه الطريقه لانها اكثر ممتازه، كتعجبني بزاف وكنتمنى تعجبكم.